تخيل معايا يا صديقي نبقى قاعدين انا وانت على الشط الجميل فاتحين شمسيتنا الجميله ومستمتعين بالبحر، ومره واحده تلاقي كل الناس بتجري ويقول لك اطلع من الميه، ده في قرش في الميه. نبص انا وانت نلاقي زعنفه بتتمخطر بين الامواج، بس مش اي زعنفه، دي زعنفه القرش الابيض العظيم، قاهر البحار والمحيطات والتوب توب على مثلث الهرم، الكاريزما كلها، الهيبه برضو يا باشا. لا تقول لي بقى اوركا ولا التايجر ولا الحيتان، ده الجريت وايت شارك. حضر بقى شنطتك ومعداتك وسيب قلبك في البيت عشان هناخد غطسه مع القرش الابيض العظيم، واسمع القصه. اهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده من برنامجكم المفضل عوده عالم البحار. خلينا نركب غواصتنا ونشغل زرار آلة الزمن ونرجع بالزمن لسنة 1916 قرب سواحل نيوجيرسي. في يوليو تحديدا، يعني في الصيف، كان الأجواء ممتلئة والشواطئ زحمة، وقرب المغربية في اليوم دوت الناس بدأت تلاحظ إن في شاب في المية بيحصل معاه حاجات غريبة، شكله وكأني بيصارع مع كائن ضخم غريب في المية. بس للأسف حولته لأشلاء، ودي ما كانتش النهاية، دي كانت البداية. بعدها على طول حصل نفس الحادث ب5 أيام مع راجل تاني مختلف. طبعا الرعب بدأ يعم المكان والناس بدأت تخاف وكله بدأ يتكلم عن الأخبار، في حاجة في المية بتهجم على الناس. بس طبعا اكتمل الخوف والرعب لما حصل الموضوع ده تاني في مكان مختلف تماما مع طفل صغير، وحتى راجل الإنقاذ اللي كان نازل ينقذه هو كمان حصل الهجوم عليه وماتوا. ساعتها بقى الناس قالت لك والله ما رايحين البحر تاني، وقفلوا كل الشواطئ وكل الأماكن، والعلماء بدأت تبحث ايه اللي بيحصل ده. بقى في رعب في قلوب الناس وكله بقى ينام يصحى مستني ان يحصل حادثة جديدة، لحد ما اكتشفوا فعلا ان كل الهجوم اللي حاصل ده من سمكة القرش او الجريت وايت شارك. ومن ساعتها الافلام ابتدت تنزل علينا وتجيب ان اسماك القرش هي اخطر كائن ممكن تتعامل معاه في المية، واشهرهم فيلم جوس، الفيلم اللي خوفنا كلنا من عالم البحار وصور لنا ان القروش دي اكلة لحم بشر من غير عقل. The Great White Shark, the ocean monster you never see coming. ولكن الحقيقة غير كده تماما. القرش الأبيض العظيم ده تحفة فنية كبيرة في تاريخ تكوينها وطريقة حياتها وأهمية دورها البيئي الحيوي. هاخدك في رحلة النهاردة وأوريك إزاي آكلي لحوم البشر ده يبقى فعلا منقذ لأرواح كل البشر، وإزاي كانت رحلته من مفترس مسيطر على البحار لملايين السنين والنهاردة مهدد بالانقراض. رحلة أسماك القرش الأبيض العظيم بدأت من ملايين السنين، والعلماء في البداية كانوا معتقدين إنها اتطورت أو جت من قروش الميجالودون، وده بسبب تشابه بنية الأسنان اللي عندهم. ولكن بعدين اكتشفوا انها اقرب لاسماك قرش الماكو من الميجالودون، بمعنى انه من 16 مليون سنة بدأت تظهر ملامح اسماك القرش الابيض الحقيقية من خلال ظهور قرش كاركوريدون هابرلي، ويا رب اكون بقول الاسم صح. وده اللي ربط ما بين قرش الماكو واسماك القرش الابيض الحديثة اللي نعرفها دلوقتي باسم كاركوريدون كارتشارياس او القرش الابيض الكبير. تعال اخدك بقى صديقي ونغوص في تشريح العملاق ده. متوسط طوله بيكون من 4 ل 4 متر وشوية، وأقصى طول ممكن يوصل له هو 6 متر ونص، ومتوسط وزنه بيكون 680 كيلو، وأقصى عمر اتسجل للقرش الأبيض كان 73 سنة. على عكس معظم الأسماك، فالقرش الأبيض العظيم عنده هياكل عظمية غضروفية، وده بيخلي وزنه أخف ومرن أكتر. كمان حلقات النمو في الفقرات بتاعته بتحدد عمره. الفك بقى، الفك المفترس، الفك بتاعه مرن لدرجة ان الفك العلوي عنده بيمتد لبره شوية خلال الهجوم. عنده اسنان ليها كذا صف، ممكن يوصلوا ل7 صفوف، واكتر من 300 سن مثلث مسنن. متوسط قوة عضة القرش الابيض العظيم حوالي 17,000 ل 18,000 نيوتن تقريبا. لو عايزين نقربها اكتر، فالانسان العادي 1300 ل 1500، الاسد والنمر 4000 تقريبا. ببساطة يعني كده القرش الابيض العظيم عضته فوق الانسان ب10 او 12 مرة. الارقام دي طبعا تقريبية، لان محدش بيربط عداد ضغط على فك القرش، بتتعمل بس عن طريق حسابات كده على حجم الجمجمة والعضلات.
القرش الابيض العظيم يا صديقي بيعتبر من ذوات الدم الحار، بيقدر يحافظ على درجة حرارة جسمه الداخلية اعلى ب 10 ل 15 درجة مئوية من درجة حرارة المية، عن طريق شبكة من الشعيرات الدموية في عضلاته ودماغه اسمها ريت مورابايل. دي تركيب او شبكة اوعية دموية ذكية جدا موجودة في بعض الحيوانات ومنهم القروش، وهشرحها لك ببساطة. بص يا صديقي، هي شبكة من أوردة وشرايين دقيقة جدا ومتشابكة في بعضها، ووظيفتها إنها تحافظ على درجات حرارة الجسم أو أجزاء منه وتمنع استنزاف الحرارة في البيئات الباردة. يعني ببساطة هي نظام تدفئة ذكي داخل الجسم. فاللي بيحصل إن الدم الساخن اللي خارج من العضلات يقابل الدم البارد داخل من الخياشيم، يحصل ما بينهم تبادل حراري، فالدم اللي رايح للجسم يسخن والجسم يفضل دافي حتى في ميه ساقعه، والنتيجه عضلات اقوى، حركه اسرع، هجوم ادق، وصيد اكثر كفاءه. عشان كده الباشا ما بيجليش. One bite from the giant great white can crush bone like paper. This predator rewrites the rules of fear. كمان عنده كبد خارق بيشكل 28% من وزن جسمه. الزيت اللي فيه بيساعده في الوزن، لأن القرش الأبيض العظيم ما عندهوش مثانة سباحة، وكمان بتمده للطاقة. بص، الكبد ده قصته قصة هنتكلم فيها بالتفصيل بعدين. طب الأجهزة الحسية عنده أدوات المفترس المثالية. أولاً الاستقبال الكهربائي أو أمبولات لورنزيني، اتكلمنا عليها كتير قبل كده، اللي بتساعده يكتشف نبضات قلب فريسته ولو على بعد ميل. وكمان عنده خط ممتد على طول جسمه من ديله لرأسه اسمه الخط الجانبي، يقدر يكتشف من خلاله أي اهتزازات في المية. ناديله انت بس كده وقول له يا قروشي هيجيلك جري. جلده متكون من قشور صغيرة شبه الأسنان بتقلل من السحب بنسبة 8%. ديله بقى واخد الشكل الهلالي ده اللي بيخليه يقدر يوصل لسرعات عالية بتوصل ل 40 كيلو في الساعة تقريبا. الجهاز الهضمي للقرش العظيم عالي الكفاءة، درجة حموضة معدته عالية جدا، وبتقدر تدوب العظم، وبيقدر يهضم الدهون العالية زي اللي في الفقمات. كمان يقدر يرجع أي مواد بلعها ما يقدرش يهضمها زي عظم الفقمة أو خطافات الصيد. ممكن يعيش 3 شهور على فقمة واحدة مثلا. The king of the oceans. Fast, intelligent and powerful. A perfectly designed predator at the top of the marine food chain. طب وعيون القرش؟ لا، عيون القرش ما بتنامش، دي قصة وحكاية، تعال أقول لك عليها. أنا عارف إن كل حاجة بتخص القرش مخيفة بالنسبة لك، حتى عيونه ترعبك وكأنك باصص على حاجة أنت ما تقدرش تشوفها. عيون القرش مش عيون عادية، ده كأنها سلاح زيادة معاه، حاجة كده بالرغم من رعبها فهي عبقرية جدا في تصميمها وتكيفاتها. اولا لو رحنا لتشريح عيون القرش هنلاقيها ان هي مصممه تخصيصيا للتكيف مع الاعماق. يعني لو جينا نقرب مثال ونشوف عيون القرش ونشبهها بعيون الانسان، فهم في التركيبات الاساسيه متشابهين ومشتركين في وجود قرنيه وعدسه وقزحيه وشبكيه، بس كلهم متكيفين بشكل مذهل للتعامل مع الحياه المائيه والاعماق. اسماك القرش عندها عدسه كرويه صلبه ما بيتغيرش شكلها، ولكن بتقدر انها تقرب العدسة من شبكية العين او تبعدها زي الكاميرا عشان تظبط تركيز الضوء، وده مناسب جدا لان سلوك الضوء في المية بيكون غير سلوكه في الهواء. عندها زي البساط الشفاف او التيبتوم لوسيدم، ودي زي طبقة عكسة او مراية ورا شبكية العين بتعكس لها الضوء وبتزود حساسية الشبكية في ظروف زي الإضاءة القليلة قوي. عشان كده ممكن في صور تحت المية عيون القرش تلاقيها نورت كده زي عيون القطط في الضلمة. البؤبؤ عند القروش متنوع، يعني في بؤبؤ بشق عمودي زي اللي موجود عند أسماك القرش البيضة الكبيرة مثلا، ده بيتظبط بالظبط زي فتحة الكاميرا عشان يتحكم في امتصاص الضوء في المية الضحلة اللي النور فيها بيكون فيها زيادة شوية. وفي بؤبؤ كبير مدور زي اللي عند أسماك القرش الزرقاء، وده بيحسن لهم إنهم يلقطوا الضوء الأقصى حد في الإضاءة الخافتة. عيون أسماك القرش مليانة بالخلايا العصوية، والخلايا دي متخصصة في إنها تكشف لها كويس قوي الحركات والاختلافات في الإضاءة اللي مفيش، وده اللي بيخلي القروش صيادين فتاكين عند الفجر والمغرب أو حتى في المية العكرة. فنصيحتي ليك يا صديقي بلاش تنزل البحر لا الفجر ولا المغرب، روح صليهم أحسن. يعني مثلا قرش الجرينلاند اللي بيعيش في ضلمة تامة عنده عيون ضخمة
في خرافة كده بتقول إن أسماك القرش ما بتشوفش غير أبيض وأسود، بس الحقيقة إن في دراسات حديثة اتعملت على قرش الخيرزان وقرش الشعاب المرجانية الرمادي إن هما بيتأثروا بالضوء الأخضر والضوء الأزرق. ولو جينا نشوف تكيفات العين الخاصة بكل نوع هنلاقي مثلا أسماك قرش المطرقة عيونها في نهاية رأسها العريضة، وده بيديها رؤية بانورامية 360 درجة. وقرش النمر عنده كده زي جفون شفافة تحمي عينيها وهي بتلتهم فرايس حادة زي السلاحف. وأسماك القرش البيضة بتقدر تقلب عينيها لورا عشان تحميها وقت الهجوم والعض. وبرغم من خوفنا منه ومن نظراته، بس ده الوقت اللي احنا نقف نتعجب من النظرات والعيون اللي قدامنا دي اللي جاية من تكيفات عبقرية ومساعدة القرش اللي هو يفضل على قيد الحياة ويبقى سيد محيطه. استراتيجيات الصيد عند القرش الابيض العظيم. بص يا صديقي، مفيش احسن من استراتيجيات الاوركا في الصيد، بس خد بالك الاوركا بتصطاد في مجموعات، انت تعالى من هنا وانت حلق من هنا، وتخطيط وتكتيك مجموعه كامله. انما ده وان اند اونلي وحش يا باشا، بيطلع يجيب اكل عيشه بنفسه، يخش في مخاطر ويتشرح ويتقطع ويتبهدل، بس برضه سيد المحيط. اول استراتيجيه هي اتقانه للديناميكيه الهوائيه. بيقدر القرش الابيض يندفع بشكل عمودي بسرعه 40 كيلومتر في الساعه بره الميه، وبتقدر كمان انها تدور في الهواء عشان تقدر تلقط فرايسها. كمان عندها خاصيه العض التكتيكي، مش عشوائي وخلاص. الاولى بتوجه عضة لفريستها زي الفقمة مثلا، تشل حركتها وتستنى شوية لحد ما الفريسة تبتدي تنزف. ما بتقتلهاش فورا لانها بتكون حريصة على سلامة نفسها الاول من اي اذى ممكن تتعرض له من الفريسة. طب فرايسها مين بقى؟ فرايسها بتبتدي من اول الاسماك الصغيرة واسماك الري واحيانا الفقمة، وكمان ساعات بتنزل ل 1200 متر عشان تجيب الحبار العملاق. حتى هجومها على الانسان بتبقى هجمات استكشافيه مش هجمات مفترسه، في اقل من 70 حاله تقريبا سنويا غير مبرر من القرش الابيض على الانسان. محدش بيقدر بقى على القرش الابيض الكبير غير الاوركا، الحيتان القاتله سيع المحيط اللي بتصطادها من نقطه ضعفهم وهي الكبد. طب ما تيجي نعرف بقى مع بعضنا كده هو ايه السر في كبد القرش؟ كلنا بنتكلم عن الفك المفترس واسنان القرش ومخلصين الاحتياطي العالمي من زيت كبد الحوت، لكن محدش بيكلمنا خالص عن كبد القرش وقد ايه هو مهم جدا. انا جيت انور لك بقى القصة دي. طبعا سمكة القرش بحجمها ده اكيد الكبد بتاعها كبير، بس هو اضخم بكتير مما تتخيل. في انواع من القروش كبدها بيوصل ل 30% من وزن جسمها بالكامل. المدهش في القروش انها ملهاش زي معظم الاسماك مسانة سباحة زي ما قلت لك، فمين بيقوم بالدور ده؟ السوبر هيرو بتاعها الكبد. طب ازاي؟ بص يا صديقي، كبدها مليان مواد زيتية هي اللي بتساعد جسمها على الطفو. البطل في الكبد ده مركب خفيف جدا بيساعدها على الطفو بسهولة، اسمه السيكوالين او السيكوالاين، وليه خصائص مضادة للأكسدة بتساعدها جدا في مناعة القرش. حتى ان العلماء بيدرسوا ازاي ممكن نستخدمها كمضاد للالتهابات والسرطان كمان. بيقول الدكتور أمجد شعبان الباحث القومي بمعهد علوم البحار واللي هو متخصص اصلا في القروش ان اسماك القرش ليها فوائد كبيره. معظم اجزاء اسماك القرش ليها اهميه عاليه جدا، بيستخلصوا منها مستحضرات طبيه ومواد للعلاج، وده بيكون خارج من الدم والغضاريف والكبد وحتى عيون القرش. وثبت ان السيكوالين في اللقاحات يخلق استجابات مناعيه اكتر بكتير من المركبات الاخرى، غير انه امن وفعال. زيت الكبد كمان عند القرش بيعمل كمكمل غذائي غني بالمعادن والفيتامينات، ويستخدم كمان كوصفة طبية من بعض الأمراض لأنه بيحتوي على كتير من الأوميجا 3. الكبد أصلا بيساعد القروش على إزالة السموم من جسمه وينظم له عملية الحرق والنمو، ويساعده كمان في الحيوية والطاقة لجسمه. بس كل سمكة قرش ليها بقى كبد مختلف شوية. يعني القروش اللي عايشة في أعماق البحار زي الجلوبر كبدها ضخم ومصنوع بالكامل من زيت السيكوالين، بيساعدها في الطفو في أعماق باردة جدا من غير ما تفقد طاقتها بسرعة. وكبد القروش السريعة زي الماكو والقرش الأبيض
اكبادهم بتكون اصغر شويه لكن عضليه، فبتخليهم توربيدات في السرعه. نيجي بقى للبشر لما بيتدخلوا في الطبيعه، مش سايبين اي حاجه الا لما يطلعوا منها مصلحه. من مئات السنين يا صديقي البحاره استخدموا زيت كبد القروش كوقود للمصابيح، وقلنا قبل كده برضو ده على الحوت لو تفتكروا. كمان كانوا بيستخدموه في الطب، اعتقدوا ان هو بيشفي الجروح وبيعزز المناعه. بعدين بقى في صناعات حديثه قالوا احنا هناخدوا ماده السكوالين دي نستخدمها في اللقاحات ومستحضرات التجميل، يعني نقتل لنا كام قرش ونتسبب في انقراضهم عشان الهانم تحط مكياج. صديقتي بس لحسن الحظ الحمد لله العلماء قدروا يطوروا السكوالين نباتي في المعامل، فالحمد لله القروش بقت بخير وامان نوعا ما. غير كمان ان الانسان والطب قدر يستخرج من القروش دواء ضد التجلط. بيضيف الدكتور امجد شعبان الباحث في معهد علوم البحار ان طبيعه دوره حياه سمكه القرش وسباحتها والهجره والبقاء في الاعماق بدرجه حراره منخفضه ساعدت الاسماك على تكوين ماده مضاده ضد التجلط. وطبعا اتمكنت شركات العقاقير الطبيه في استخلاص الماده دي واستخدامها في الادويه الخاصه لعلاج الجلطات ومنع كمان تكوينها. غضاريف القرش كمان بتعمل مقاومه للسرطان وتلف الشبكيه. في ادراج الصيدليات يا صديقي ادويه مرصوصه لمرضى السكر اللي بيعانوا من تلف شبكيه العين، وكمان مرضى الاورام. في هناك عقار اسمه شارك كارديليج وده مستخرج من سمك القرش، وبيحتوي العقار ده على ماده مستخلصه من غضروف وزعانف سمك القرش اللي بيصطادوها في المحيط. بتساعد الماده الطبيه دي على الحد من انتشار الخلايا السرطانيه في الجسم، وبتقاوم كمان التهاب المفاصل، وبتساعد مرضى السكر المصابين بتلف شبكيه العين. يا صديقي لو حكيت لك على زعانف القروش واللي بيعملوه في زعانف القروش واللي بيعملوه في القروش عشان الزعانف. زعانف القروش غنية بمواد طبية مفيدة جدا، وللسبب ده طبعا بيزداد الطلب على زعانف القروش. للأسف بيحصل صيد جنوني عليها لدرجة ان هما ممكن يصطادوا القرش ويقطعوا زعانفه ويرموه في المية تاني. طب ليه يا كابتن مصطفى؟ عشان يعملوا منها شوربة. شوربة زعانف القرش يا صديقي من اغلى الاطباق اللي انت ممكن تطلبها في حياتك. في دول كتير زي جنوب شرق آسيا والصين سعرها عالي جدا، بتوصل ل $400 للكيلو المجفف. بيخرج الصيادين لصيد القروش من اجل الزعانف فقط. زي ما قلت لك ممكن بس كده يخرجوا القرش بره ويقطعوا الزعانف الظهريه، كمان الزعانف اللي هي في الديل، ويسيبوا بقيه القرش غير قادر على الحركه بالمره، يرموه في الميه تاني ويسيبوه ينزف حتى الموت او الاسماك التانيه تاكله. اخر حاجه بقى هختم بيها ويمكن تكون من الحاجات الغريبه اللي ممكن تسمعها في مجتمعاتنا العربيه القديمه زي عمان والخليج ولسه محافظين عليها لحد دلوقتي، انهم كانوا بيستخدموا زيت كبد القرش في الكحل. طريقة انهم كانوا بيجيبوا زيت الكبد ويحرقوه فبيتحول لرماد اسود ناعم كده، وبيخلطوه مع مواد معدنية طبيعية فبيدي لون اسود لامع وثابت. الكحل عامة من زمان عادة عربية اصيلة. مع الاسف يا صديقي حاليا اسماك القرش مهددة بشكل كبير بسبب الانخفاض الكبير في اعداده. يعني مثلا في البحر المتوسط نسبتهم قلت ل 80%. انت متخيل؟ شمال شرق المحيط الهادي الاعداد يا دوبك بتتعافى نسبيا، وده بسبب الصيد العرضي. الشباك الخيشومية اللي بنستخدمها بتقتل تقريبا 500 ألف سمكة قرش سنويا، وتجارة الزعانف بتاعتنا اللي بنستخدمها في الأكل. والحل هو الحظر بالصيد بالشباك الخيشومية. بصراحة احنا لازم كمان نوسع المناطق البحرية المحمية عشان أعدادهم ترجع تتعافى من تاني، لأن القرش الأبيض الكبير واحد من أهم الحيوانات المفترسة الرئيسية اللي بدورها بتنظم أعداد كبيرة جدا من فرائسها زي الفقمات وأسود البحر، اللي لو زادت عن حدها هيحصل انقراض للأنواع اللي أصلا بيتغذوا عليها زي الأسماك الأصغر وغابات أعشاب البحر. وجود القرش الأبيض العظيم بيساعد على وجود بيئة بحرية متوازنة ومتنوعة بيولوجيا. وحماية أسماك القرش الأبيض العظيم مش مجرد إنقاذ لحيوان مفترس، ده إنقاذ لمحيطاتنا والكوكبنا كله اللي احنا عايشين فيه. أيوة أنت ممكن تكون بتشوف وحش، بس ده الكاريزما كلها
كائن موجود من ملايين السنين، عملاق خاض معارك كتير مع الكائنات ومع الإنسان ولسه مكمل. يا ريت في يوم من الأيام صوتنا يوصل ونحد من اصطياده بجنون زي ما احنا بنشوف. مفيش مشكلة اللي احنا نستفيد منه في العلاج وفي الأدوية، لأن أصلا ربنا مسخرهولنا بس بعقل. هستنى رأيكم في التعليقات، تقولولي انت شايف القرش الأبيض العظيم بالنسبة لك. هتلاقوا كل المعلومات وكل اللي احنا اتكلمنا فيه تحت في المصادر في صندوق الوصف، واشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل المعلومات عن الكائنات البحرية، ودمتم سالمين.